والسطحت يعني. والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ في فيديو جديد معكم سعيد عزيز سعيد. صلاح أحمد مصطفى. ان شاء الله النهارده هننزل لك كلية التمريض ونشوف رد فعل الطلاب سنة أولى. النهارده أول امتحان ليهم مع مادة أساسيات التمريض، فهنشوف رد فعلهم بقى ونشوف ايه عملوا في الامتحان ده بالنسبة لهم مادة سقوط ونجوع. فأكيد الموضوع كان مختلف معاهم وأول امتحان ليهم في السنة يعني. نشوفكم بقى بقى على الكلية عشان نشوف رد فعل الطلاب. مع نفسك. عارفين. غدا هتعرف. اجي ايش الامتحان وبعد والله صراحة والله يا صاحبي ما اكذبش عليك. هو قبل الامتحان كان شعوري كنت خايف جدا من الامتحان، بس الحمد لله يعني لما دخلت الامتحان ربنا وفقني يعني وقدرت احل فيه يعني الحمد لله. اجتهاد قوي مني يعني الصراحة يعني. الصراحة قبل الامتحان كان الواحد ما يدري. الصراحة قبل الامتحان كان الواحد متوتر شوية، خاصة بعرف الصحاب بتاعت الوزير وكده بس بعد الامتحان لما الواحد دخل في المنزل في الامتحان ده كان يوم كده وذاكر، فالامتحان كان كويس، فالحمد لله رب العالمين. والله يا باشا لازم يعني قبل الامتحان كنت خايف يعني برضو من الامتحان وكده، بس يعني ربك سترها. طبعا ده أول امتحان يقابلك طبعا بعد الثانوية العامة المفروض يعني، فأكيد كنت مذاكر له كويس. ايوه يعني مذاكر، مال يعني رايح اعمل ايه هناك. معنا مادة 72 من الامتحان دروسي، وبعدين نعمل اختيارات قبل الامتحان وبعد الامتحان. طبعا قبل الامتحان الواحد طبعا بيبقى خايف طبيعي، يعني خايف جدا من الامتحان، كان لسه اول امتحان لي سنه اولى طبعا، والواحد مش عارف برضه يذاكر وكده، فكان الواحد خايف من الامتحان النهائي. بس الحمد لله يعني الامتحان كان كويس وحلينا فيه، وبرضه الشغل برضه كنا خايفين طبعا غير مراويش. الحمد لله طلعت اسئله حلوه وعدينا. أنت دلوقتي يعتبر يعني عديت إيه أصعب مادة دلوقتي معاك في الترم ده؟ فدلوقتي يعني إيه شعورك كده؟ هل أنت راضي عن الامتحان نفسه والأداء بتاعه والصعوبة والسهولة بتاعته وكده يعني؟ والله يا باشا الامتحان كان صعب يعني، بس يعني سطرت الحمد لله. ايوه ست يا ريق، هو الدفعة كلها ثابت تقريبا، ست بتاع ثلاثة كده في الترو فولس والاختياري الام سي كيو. هو كان اصعب حاجة في الامتحان الصراحة يعني. بصراحة يعني انت بتقولش يعني ممكن اكون غلطت في حياة بس نسيت حياة احسن حاجة من الواحد فعلا لو حد سؤال مش عارف لازم يحله، بعد كده تفكير انه غلط. تقول ايه للدكاترة مثلا او اللي وضعوا الامتحان، نحس يعني صعوبة الامتحان طوله يعني بالنسبة للوقت والكلام ده يعني؟ والله يعني عادي، مش انا اللي اقول يعني، ولا انا اللي بقيم ايه اللي يتقال ولا اللي ما يتقالش. يعني انت نفسك في حاجة يحققوها لك يعني بعدين، مثلا الترم الثاني مثلا نفسك في حاجة، ممكن يكون في حاجة مثلا يعني شايفها انت يعني مثلا غلط صعبت عليك الامتحان كده يعني، يا ريت يتغاضوا عنها يعني. لا والله يعني ما مش لازم تنتقد غيرك يعني، اهم هو التقصير منك انت مش من حد ثاني. يعني الامتحان في متناول الجميع. لا في متناول الجميع كله. لا هو كان عادي يعني في مستوى الطالب المتوسط يعني. طب في اسئلة كانت من بره المنهج ولا؟ هو أكثر شوية كان كان في اسئلة يعني من برا المنهج؟ لا يا باشا والله ما كانش فيه، كله من الكتاب بصراحة. يعني تقصيرك انت. لا هو الحاجة اللي انا مش عارفها انا قريتها قراية روايات يعني، فمش عارف. نفس الطريقة اللي بتغيظني بيها ها. هي دي. هي بتأول امتحان لك مع مادة دروس الجديد اللي هي تقريبا أصعب مادة عندك في الوقت، كانت كويسة ولا؟ بصراحة أنا كنت متخوف من التجربة، بس الواحد دخل الامتحان كده، الواحد دخل في المادة الحمد لله الامتحان الصعوبة يعني تتوقع بقى كنت بعد أول امتحان كده ليك ان شاء الله يعني ربنا يكرمني واجيب جيد جدا يعني. التقدير صعب حقا طبعا، صعب حقا التقدير ماشي، بس تذاكر الامتحانات التقدير دي حاجه الوحيده اللي صعبه. الامتحانات اصلا يعني كنت بتحسب في البيت درجاتك وتحفظها والكلام ده كله، بس انت مش عارف المستوى بتاعك يخليك تحفظ سياسه في البيت، المستوى الكلام ده اللي بعد ما تطلع اول نتيجه كويس. ساعات بتكون اصلا حاسب درجات، وساعات بتكون حاسب ان انت هتاخد درجات كتير وربك بيكرم يعني
طويل وبتسقط كثير وبتتفاجئ بالتقدير بتاعك. واحنا لسه سنه اولى يعني ما نعرفوش يعني في ايام سنه وكده كنت تقول لا انا هاخد 2 3 كده، لكن هنا تقديرات وكده فصعب ان انت تخمن تقديرك من خلال يعني في النظام. يعني بعد يعني اللي هو ايه الهبد اللي هبته والاسئله اللي حلتها والحمد لله وتمام، توقعك كده تقديرك يكون كام ان شاء الله الترم ده؟ والله يعني هي وظروفها يعني ان شاء الله كده يعني جيد جدا امتياز اي حاجه يعني ان شاء الله اقل تقدير يعني كده والسطحت يعني والحمد لله. عايز اعرف انت متوقع تجيب تقدير ايه في العام بتاعك او بعد اول امتحان يعني؟ مش هقول لك ممتاز اصلا، ممكن بعدين جيد او جيد جدا يعني، بس انا حليت كويس وربنا يسوي ربنا كويس يعني. ان شاء الله يتوفق ان شاء الله. ساعتها اقول له يعني هو الامتحان كان كويس، بس يعني احنا كنا في ظروف يعني مش اللي هي، فكان يا ريت يعني اجي اسهل من كده يعني. يكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون قدمنا لكم حاجة وغطينا يعني أحداث الامتحان والآراء الطلاب اللي كانوا فيه، وإن شاء الله يعني عايزين آراءكم لو يعني الفكرة دي عجباكم وكده نصور بقى سنة ثانية وسنة ثالثة اللي هو إحنا أصلا، وإحنا إن شاء الله يعني بعد يومين هيكون بنقول آراءنا زي الطلاب اللي إحنا أخذنا رأيهم دول. تحب تقول حاجة يا سعيد؟ ما تنسوش تدعونا بقى عشان احنا معانا امتحان ويعني امتحان مش سهل يعني، ان شاء الله باذن الله يكون كويس باذن الله، بس دعواتكم معنا يعني.